هل تتذكر تسديدة ليونيل ميسي في شباك أليسون؟ يقال أنها بلا فائدة، كذلك قالوا عن حبنا ولا يعرفون الحقيقة. أتعرف الركلة الحرة التي سددها روبرتو كارلوس، التي نشر عنها مئات التحليلات الفيزيائية، والتي قال بعد سنوات كارلوس نفسه لم أقصدها بتلك الطريقة، حظي كان بنفس القدر بلقائها وسرعة حبي أكبر. هل تعرف دي ناتالي فرانشيسكو العظيم باولو؟ أنا مخلصا لها تماما كما كانوا. وهل تعلم لماذا؟ لأنها قاسية مثل عودة ليفربول أمام ميلان، مثل فوز ميلان في أولد ترافورد ورد الدين، جميلة مثل أليكس ديل بييرو في كل يوم أربعاء الساعة 9:45 مساء، رومانسية كعودة باتجيو للملاعب الإيطالية وعودة كازورلا لفياريال، مفاجئة كإيطاليا في مونديال 2006 والتي لا يمكن نسيانها مهما غابت بعد ذلك لسنوات. أعترف أني بكيت عند هدف سيرجيو روبرتو، قفزت مصفقا فرحا عن هدف بنزيما في شباك باريس، أحببت الثعالب عندما صنعوا معجزة، أعجبت بقصص الحب عندما شاهدت إنيستا يرتدي قميص برشلونة، لأن بعدت عني حتى نسيت روح الرياضية وارتديت قميص زيدان وتلقيت بطاقة حمراء، ابتسامتها متألقة كالبونبونيرة نابضة بالحياة، كاحتفالية إنزاغي بأهدافه، لأنني عندما أكون معها فإن ابتساماتي لها نفس دقة تسديدات جونيينيو. 90 دقيقة من مباراة إقصائية ليس لها إياب، فاصلة لحروف تحملها كلمة لقب وهو قلبها. نحن فقط من يعرف هذه التفاصيل، من أحب بصدق ولا يعرفه الآخرون بل يقرؤونه كلمات. فالأكثر صدقا ورومانسية في هذا العالم، اختاريه محبا لكرة القدم فقط. اختاريه محبا لكرة القدم لأنه ظل ساعات يلاحقها بلا ملل. لو وضعت أمامه كرات أخرى غير القدم لن يرى غيرها أبدا، لأنه كان يخاف عليها أكثر من نفسه. بكى عندما فقعها ذلك الرجل العجوز ووعد نفسه على الانتقام، وفعل ذلك، قام بكسر الزجاج بشباكه وهرب وهو يبتسم ابتسامة النصر. سيفعل ذلك لأجلك أيضا. اختاريه محبا لكرة القدم لأن فريقه المفضل هبط للدرجة الثانية، ذهب لبطولات أقل مستوى، قام الجميع بالضحك عليه، خسر فريقه مئات المرات لكنه لم يغير من طريقه أبدا، استمر بالمشي مع الشعار الذي أحب، ظل وافيا صادقا بالسراء والضراء، بالخسارة قبل الفوز، سيكون ذلك لك الوفي. اختاريه محبا لكرة القدم لأنه بكى عندما خسر لاعبه المفضل، بكى معه أيضا وكأنهم روحا واحدة، ولأجلك سيبكي وسيكون بجانبك دائما. اختاريه محبا لكرة القدم لأنه يعرف معنى التضحية لأجل الحب، وهو يعرف كيف خسر لاعب قدمه لأشهر لأجل فريقه، كيف تأذى حارس المرمى بعينيه لأجل شباكه، كيف ركض نجمه رغم إصابته لأجل جمهوره. سيفعل المستحيل لأجلك ببساطة من دافع الحب ولا شيء غيره. اختاريه محبا لكرة القدم لأنه ولد مثابرا، يفعل أي شيء لكي لا يهزم في مباراة أدواتها كانت حجرين صديقين، حارس وشارع، وكانت تلك السعادة بالنسبة له. لهذا ستجده بسيط، يرى السعادة في البساطة، وستعيشي تلك السعادة الحقيقية معه. اختاريه محبا لكرة القدم لأنه رجل حقيقي، يعرف أن عليه فعل المستحيل لأجل من هو مسؤول عنهم. اختاريه محبا لكرة القدم لأنه لص، نعم، يستطيع سرقة الفرحة من أي شيء من حوله، فعل ذلك مئات المرات صغيرا. اختاريه محبا لكرة القدم لأنه لا يعرف ضوابط في الحب، وهو الأكثر رومانسية في العالم لا تحكمه الفصول، تحت أشعة الشمس ووسط المطر حتى وقت تساقط الثلوج، بحث عن الكرة لكي يتصور معها. صباحا استيقظ قبل الجميع لكي يلتقي مع أصدقائه ليلعبوا الكرة. مساء عقله كان يفكر بمباراة الغد وكيف سيسجل الهدف. نعم، هو شخص يعرف كيف يصل لأهداف وأيضا كيف يحمي مرماه، والمرمى هنا هو حبه، ممنوع أحد الاقتراب منه. اختاريه محبا لكرة القدم لأنه وضع كرة القدم بجانب ملابس العيد ونام بجانبهم، ارتدى ملابس العيد وخرج ليلعب الكرة بحذائه الجديد، وتلك تضحية لا يعرف عظمتها إلا من لعب كرة القدم. اختاريه محبا لكرة القدم، سيكون لديك كنز الحقيقي، لكن لا تحاولي أن تأخذي مكان كرة القدم في قلبه، ستهزمين شر هزيمة. لا أحد ينتصر على الحب الأول، والكرة هي حبه الأول. اختاريه محبا لكرة القدم لأنه الأروع في هذا العالم. واحدة من روائع الكلمات لمحمد حلمي راشد، الكاتب والمحلل المتيم بحب كرة القدم.